السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على مدونة دروس ويب. في نفس الدورة دورة ال PHP. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية إعداد دالة باستعمال متغير خارج الدالة. نعم، لإنشاء وإعداد أي دالة نكتب الكلمة المفتاحية الخاصة بها function، نعطيها اسم مثلا أفيش، نقوم بفتح القوس وإغلاق، سنضع بدون argument. نعم، هنا بداخلها سوف نقوم مثلا، أول شيء سوف نقوم بوضع متغير خارجي مثلا نسميه نوم ونعطيه القيمة مثلا دروس ويب. نعم، هنا سوف نقوم بالمناداة على هذا المتغير ايكو دولار نوم مثلا، نضع نقطة فاصلة، نقوم بالمناداة على الدالة ألا وهي اسمها أفيش، نفتح القوس نغلق القوس نضع نقطة فاصلة. هنا سيظهر لنا خطأ لأن سيقول لنا أن الفاريابل undefined variable. نعم، نعمل سيف، نعمل هنا ريفرش، ندخل للملف. نعم، كما تلاحظ undefined variable num، الدالة لم تتعرف على الاسم. نعم، سوف نضيف كلمة مفتاحية ألا وهي global هكذا، ونكتب دولار نوم هذا المتغير. نعمل سيف، والآن نعمل ريفرش. نعم، كما تلاحظون دروس ويب. إلى هنا نشكركم على حسن تتبعكم، في أمان نلقاكم في درس مقبل إن شاء الله.